ثم أدخل ثقل الحسين عليه السلام مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته في الحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال قال له علي بن الحسين عليه السلام: أنشدك الله يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحالة والصفة. فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام زين العابدين. فلما رفعوا الجامعة عن عنقه سالت الدماء من رقبته. ولما نظرت بنت علي إلى حالته نادت: خويا بس العليل الظل شريده يصفيج وسف يا حسين بيده وصيح ابويا اليوم ريده.